السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلب؟ حبايب قلب ام مالك، وحشتوني خالص خالص. بتمنى ان انتوا تكونوا في احسن صحة واحسن حال. طبعا بعتذر عن الغيبة الطويلة اللي غبتها دي. إيه يعني هقول لكم على السبب كده في نص الفيديو. بتمنى طبعا ان انتوا تكونوا بخير وتتابعوا الفيديو لحد الاخر، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اختاروا الكل، واعملوا لي لايك للفيديو وكومنت حلو كده منكم. وطبعا ده روتيني يوم السوق. طبعا قمت الصبح يوم الجمعة نزلت السوق. زي ما انتوا شايفين معايا بقى كده. جبت البتنجان الاسمر ده، جميل خالص، ما كانش فيه ولا واحدة مبزرة ولا فيها اي حاجة. كنت جايبة ال3 كيلو ب10 جنيه. الاسعار غالية جدا جدا في السوق. وده فول اخضر، كيلو ونص ب10، اللي هو الفول الحراتي. ودي طماطم زي ما انتوا شايفين معايا كده. طماطم دي اول ما روحت السوق كان في عربية بتبيع ال5 ب10. قلت هجيب شوية حاجات وبعدين اروح اجيبها، كانت خلصت. جبت دول ال3 ب10. وجبت بسلة اهيت جميلة وخضرة، وكانت مليانة كلها. 2 كيلو ب25 جنيه. والقلقاس ده جبت منه 2 كيلو ونص ب20 جنيه. قلت عشان طبخة هعينها وطبخة مثلا في الفريزر. ودي بطاطس 5 كيلو ب30 جنيه، يعني الكيلو ب6 جنيه. طبعا دي بطاطس سبونتا حلوة قوي في التحمير. وجبت الخيار. الخيار بقى غالي جدا جدا، الكيلو ب10 جنيه اهي. جبت كيلو ونص ب15. اتحايلت على الست، طب كيلو وربع ب10 مرضتش. قلت لها خلاص هاتيلي بقى كيلو ونص. وده جزر جبته عشان ان شاء الله هعمل مربى جزر، وهاخد منه خزن الجزر للبسلة يعني وكده. وهنشوف هنعمل ايه بالباقي بتاعه. وجبت يا بنات سبانخ، دي كزبرة طبعا عشان السبانخ. الربطة كانت بنص جنيه، الحاجة الوحيدة الرخيصة. الجزر نسيت اقول لكم ال4 ب10. وجبت السبانخ دي كيلو وربع ب10 جنيه برضو. هي كانت العملة الرسمية كله ب10، مفيش حاجة خالص رخيصة. البسلة برضو زي ما قلت لكم انا جايبة 2 كيلو، كيلو هطبخ وكيلو عين في الفريزر. والسبانخ برضو طبعا احنا مش بنعمل الكيلو وربع على بعض. ودي بطاطا جبت منها اللي كانت برضو ال4 ب10. جبت 2 كيلو ب5 جنيه. ما شاء الله الخضار كان في السوق والحاجة كلها كانت كتير وحلوة، بس السوق غالي خالص. وده الفلفل. الفلفل الكيلو وربع ب10، يعني الكيلو ب8 جنيه. ودي شكارة رز بجيبها لما بنزل السوق، 10 كيلو بجيبها ب60 اهو. كيلو ونص ب10. جبت منها كيلو الا ربع ب5 جنيه. علشان عندي شوية توم كده، التوم هيبدأ يفضي فقلت هقشرهم وافرم عليهم الفلفل ده واحطهم في الفريزر. وجبت موز 2 كيلو ب20. والفراولة ال2 ونص، لا ال2 كيلو ب25 برضو. واستفندي ال3 ب10 اهو يا حبايبي. وجبت بقى الكرنباية ديت ب12 جنيه اهيت. وجبت ب5 جنيه خس. بس يا حبايب قلبي، وديت المشتريات اللي اشتريتها. وجبت سمك كمان اهو. جبت سمك مكاريل، الكيلو كان ب40 اهو. وكمان جبت بسارية، جبت نص كيلو بسارية كده. كان ابني بيقول لي عاوز سمك مقرمش، اللي هو البسارية ده يعني بحمره له وبنشفه وكده، فبيبقى مقرمش زي الشيبسي كده. فقالت له اللي قالته له بقى وحبه صغيرين كده، قمت جايه رش عليهم ملح وشويه ليمون وحدقته. بس يا حبايب قلبي، وديت كانت مشترياتي اهيت.
اللي اشتريتها النهارده اهي. يعني شويه حاجات مش عارفه، هو انا اتصرف مني في السوق 400 جنيه، مش عارفه بقى يعني الحاجات غاليه قوي ولا ايه. هبدأ بقى معاكم احضر الغدا. طبعا السمك المكاريلا عارفين طبعا بننضفه، بنقطع راسه كده زي ما انتوا شايفين، وبنقطع البطن بتاعته بقى بنفتحها. بنفتح بقى البطن بتاعته وبنشيل الزعانف والحاجة بتاعته دي كلها عشان ما يبقاش فيه حاجة زفرة، وبقص الديل بتاعه وهطلع بقى اللي في البطن. وعاوزة اقول لكم ان انا عندي فرشة اسنان عاملاها للسمك ده بس. بنضف بيها السلسلة بتاعة الظهر بتاعته اللي بيبقى مليانة دم ده، وبعد ما بخلص بقوم جاية نقعها في شوية مية وملح وخل وشوية بريل، وساعات بديها غلوة على البوتاجاز. كنت عايزة بقى يا بنات اقول لكم على سبب تأخيري. هنا الاول الرز اهوت، كنت عاملة الرز بطماطم اهو، وهحط بقى الزيت دلوقتي للبتنجان والفلفل. سبب بقى تأخيري يا بنات ان انا كنت حامل وما كنتش اعرف. وجيت طبعا في اليوم ده اللي انا عامله فيه الروتين ده، طبعا نزلنا السوق وشيل وحط ومواصلات وكده. وجيت وفضلت طول اليوم واقفه طبعا بعين بقى الحاجه اللي انا جبتها من السوق وبعمل الغدا وكده، فطول اليوم فضلت واقفه. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا خلصت الغدا واتغدينا وعينكم ما تشوف الا النور، وقعت من طولي والله. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا اجهضت الحمد لله. فعايزه اقول لكم ان خلي بالكم من نفسكم كده لان يعني انت شيلي نفسك بس. مش عارفه بقى اقول ايه. اكيد انتوا عارفين كل واحد بيبقى يعني، اكيد ستات كتير مروا بالموقف ده الحمد لله. طبعا خلاص اهوت انا قليت الفلفل والبتنجان اهو، والسخان اللي انا وريته لكم ده انا بشغله يدفي الشقه، وفي الوقت نفسه يعني بشغل عليه الاكل وكده. وخلصت الغدا اهو زي ما انتوا شايفينه بقى. ادي البتنجان حمرته والفلفل ورز بطماطم، وعملت السمك سنجاري وسمك مقلي، وقليت البسارية اهو. بس يا بنات وده كان غدانا في اليوم ده. اليوم ده انا عمري ما هنساه في حياتي بصراحة الحمد لله اهو. لو انتي بقى اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلي الجرس وتختاري الكل علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. وما تنسيش تعملي لي لايك وتحطي لي كومنت حلو كده مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.